يسعد مساكم حبايبي الغوالي، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال وانتو تشوفون فيديو اليوم. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. نبتدي فيديونا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أريدكم هيك يعني تفجرون التعليقات بالصلاة على محمد وآل محمد يا بنات، حتى ينطرح البركة بالفيديو وثواب لكم إن شاء الله. هنا يا بنات بلشت بروتين قبل الفطور. طبعا البيت كان نظيف بس قلت خلي شوية أكنس، خاف يعني شعر، تعرفون البورسلين يلم شعر بالقاع هواي، وقلت خاف البنات يعني ماكلين شي واقع من ايدهم، خلي أكنس قبل الفطور. هنا يا بنات يا ريتني ما كنست، شوفوا ايش صار بيه. طبعا كنت مندمجة بالتصوير دا أصور، والمكنسة ضرب الرجل مالت الميز مالت التلفزيون، ومثل ما تشوفون يا بنات حصل هاي الكارثة. لا إن شاء الله مو كارثة، الحمد لله والشكر تلاحقته. الأهم شي يعني يمي إنه التلفزيون ما انكسر، صار بيشيل يعني كنت واقفة قباله ورأسا لزمته، يعني مثل ما تشوفون عرفت التصوير ولزمت التلفزيون وشلعته يعني من الوايرات مالاته ونزلته على راحتي. قلت أهم شي التلفزيون، فنزلت كل الأغراض اللي بداخله كان وبلشت أفتح هاي البراغي مالاته. طبعا بنات أنا صار فترة يعني ببالي إنه أبدله لأنه كلش يعني هو تعبان، يعني تعرفون أنا اشتريته هاي السوقيات يعني مو ذني التكمة، فيعني أصلا من البداية يعني ورا فترة هاي الفيبر مالت اللي بالظهر انشلع. الرجلينات مالاته أحسن يعني راخيات مو كلش قويات. فهنا يا بنات أقل طخة شوفوا شلون رأسا انكسر. فقلت هسه خلي مؤقتا أرتبه. هنا طبعا هن مكانات 4 براغي، فإحنا كنا حاطين بس 2، فذين الاثنين انكسران شلعتهن البراغي خليتهن بالاثنين اللي ما بيهن شي، يعني ذين البدايات مثل ما تشوفون، وشكلتهم. طبعا أني سويتهم لأن أبو زوزو كان بالشغل بوقتها، فأني رتبتهم وسويتهم. قلت مؤقت لحد ما إن شاء الله ألم وآخذ شغلة يعني مرتبة، ما أريد آخذ ذين الرخيصات السوقيات، قلت آخذ شي وهذين التكمة يعني أكيد يعني فوق 150 و200 ألف الميوزة مالت التلفزيون مثل ما تعرفون. فقلت إن شاء الله ألم وآخذ شغلة زينة. مثل ما تشوفون رتبت الغراض، نص من الغراض ذبيتهم، سويت تعزيلة بعد فد نوب، ونص الثقيلات خليتهم بالكنتور قد حتى لي يصير ثقل عليه، لحد ما إن شاء الله الله يرزقنا ونسوي واحد جديد. طبعا خاف تقولوا لي خالة بيه غراض هواي، لا والله بنات يعني أنا خالة بيها شوية مباخر، على شموع، على بخور وهاي السوالف، يعني أبد ما خالة بيه شي ثقيل. وهم صفيت الغراض، نصهن ذبيتهن ونصهن ضميتهن شوية ثقيلات خليتهن بالكنتور ورجعتهم، قلت لحد ما مؤقت إن شاء الله على المود لا يعني يصير عليه ثقل ويوقع. فبهالشكل كملت ترتيبه. وهنا يا بنات بلشت أسوي بالفطور. كنت محضرة أسوي بانيو تمن. طبعا أني أدور شغل من جوا القاع النفسي. طبعا البيت كان نظيف بس قلت لا أخلي أكنس وخلي أنظف حتى قبل الفطور، ومثل ما تشوفون صار اللي صار وطلع لي شغل من جوا القاع وتعبت تعب ما صاير. والله كلش تعبت بوقتها وحتى أعصابي فولت. يعني قلت أني ليش دائما أقول يعني أخلص شغلة وأنجز يعني شغلة من وقت وعلى مود شوية أرتاح، سبحان الله لازم يطلع لي شغل من جوا القاع. فالحمد لله والشكر يا ربي على كل حال. وهنا أنا ورا ما سويت المرقة قلت خلي أمسح، بس قمت أمسح بحذر يا بنات من الخوف، قلت خاف هم يصير شغلة ثانية وهم أتأخر وأتعب. فهنا الحمد لله والشكر بلشت مسحت البيت. وهنا يا بنات بعد التعب اللي تعبته والقهر اللي أكلته من ورا الميز مالت التلفزيون، الحمد لله والشكر خلصت شغلي وبلشت هنا شغلت البخور والطبخ مالتي على النار ومشغلة التلفزيون على القرآن. والحمد لله والشكر بلشت أبخر البيت. الحمد لله على كل نعمة إحنا بيها، ونحمد الله ونشكره على كل حال. طبعا أحس الميز من انكسار اختبار من رب العالمين دا يشوف قوة صبري. بنفس الوقت قبل الفطور كان يعني بساعة أو أكثر، وأبو زوزو ما كان بالبيت يعني حتى يسويه، فأني وحدي والجهال وخبصتهم داير مدايري وأني من هنا تعصبت حيل. بس حمدت الله وشكرته، قلت ألف الحمد لله والشكر، وتداركت الموقف وقلت أهم شي إنه أني والبنات ما صار بيهم شي وما تأذينا والتلفزيون ما انكسر، فكل شي فدوة والحمد لله والشكر. وكملت كل شي والحمد لله وبسرعة يعني سويته وكملت الفطور هم. ومثل ما تشوفون هنا فطورنا صار جاهز.
وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. يا رب إن شاء الله بهاي الأيام المباركة ربي يستجاب كل دعواتكم وكل أمنياتكم تتحقق بجاه هاي الأيام المباركة الفضيلة عند رب العالمين. ويعني الأعمال إن شاء الله بها مقبولة والدعاء مستجاب، وإن شاء الله كل شي تتمنوه يتحقق. اللي طالبين الذرية، اللي تريد تتزوج إن شاء الله ربي يفتح قسمتها، اللي عليه دين إن شاء الله يوفي دينه، إن شاء الله ربي يستجاب لدعائنا. ومثل ما أني أدعي لكم أتمنى أنتم هم تدعوا لي بظهر الغيب، لأن تعرفون الدعوات مستجابة بشهر رمضان المبارك وأبواب السماء مفتوحة للكل. فإن شاء الله ربي يقضي حوائجكم وحوائجنا بحق محمد وآل محمد. وهنا يا حبيباتي ورا ما خلصنا الفطور بلشت أغسل بالمواعين. طبعا هذا اللي صورته هذا نص من المواعين، كان القلاصات والنواعم وشغلات الجداري غسلتهم قبل المواعين. فهنا أنا بس المواعين كان غسلتهم وياكم، قلت حتى شوي يتشجعون هم تعرفون ورا الفطور واحد ما بيحيل حتى يعني كل شي يسوي. فأني لا والله ورايا لازم أني أغسلهم، فقلت خلي أغسلهم وأخلص من عندهم. قولوا لي يا بنات أنتوا المواعين عليكم لو مسوينه جدول انتو خواتكم، لو نسوان اخوتكم كتبوا لي بالتعليقات، وتغسلونه بسرعة ورا الفطور لو هم تتأخرون. أني لا والله يعني شوية أرتاح ورأسا أقوم أغسلهم. وهنا يا حبيباتي ورا ما غسلت المواعين نومت بناتي وبلشت أقرأ قرآن على هدوء، ويعني فرشت مصلايتي وطفيت الضوء، وعلى الضوء مال التيبل لامب قرأت القرآن. وهم قولولي وين واصلين بالقرآن الكريم يا بنات ويا جزء. هنا حبيباتي أبو زوزو كان مشتهي أسوي حلا إلهم، فسويت هذا الحلا بنات اللي هو كوب حليب، نص كوب كريم شانتيه، وأربع معالق حليب مكثف، وعلبة قشطة، وست حبات من الكيري الجبن، وعندنا بسكيت يعني هاي مالت الشاي السادة، وعندي زبدة اللوتس. هذني كل المكونات اللي راح أستخدمهم بهاي الوصفة. بنات هذين المواد كلهم راح أخلطهم بس بشنو؟ بالخفاقة الكهربائية على مود يتماسك عندي الخليط مثل ما تشوفون. وأبلش أسوي أغمس البسكت بالحليب وأسويهم طبقات مثل ما تشوفون لحد ما يخلص الكمية مالتج كلها. أول شي خليت من الكريم، بعدين خليت فوقها بسكيت، ورجعت مرة الداخ خليت فوقها كريم، وبهالشكل أخلص كل البايركس. كلش طيب يا بنات وأتمنى تجربوه. بارد وعلى قولتي اللي يقول يسرسح على القلب، يسلم على القلب. بنات هذا أقل شي يعني تخلونه بالثلاجة، مثلا إذا تردون تسوونه قبل بيوم وثاني يوم تاكلوه كلش راح يصير أطيب، وإذا ما تقدرون فخلوه من الصبح لليل، أو يعني أقل شي فد 4-5 ساعات. هنا بنات بلشت أحضر بالفطور. راح أسوي عرايس لحم، كان عاجبني كلش أسويه. فهنا أنا خلطت لحم، بصل، فلفل، شوية بهارات، ومثل ما تشوفون ضربتهم محضرة الطعام وصار عندي كلش ناعم بهالشكل. وعندي خبز الصاج قمت أحشيه هيجي بس أسويه طبقة خفيفة مو كلش ثخينة حتى يستوي عندي اللحم. وبهالشكل سويت هاي الكمية مالتي بنات، تقريبا طلع لي 7 صاجيات مثل ما تشوفون. وهنا أنا راح أخلي عليهم شوية زيت يعني بهاي المرشة مالت الزيت من الوجه، وأخليه بالفرن. بنات كلش طيب طلع. وعلى ما هذني قامن يستوون بالفرن أني بلشت أغسل بالمواعين اللي وسختهم، قلت حتى لا يتكوم علي بالفطور. بس وين يا بنات والله العظيم ما أدري ليش يتكاثر المواعين، يعني أبد أني من النوع اللي ما أخلي مواعين يتكوم علي، بس ليش يتكومن ورا الفطور ما أدري. زين يعني أني مع إنه ما أأخر يعني بوقت يعني أنا أغسل مواعين وأطبخ، أغسل مواعين وأطبخ هيج، يعني ما أخلي مواعين متكومة، بس سبحان الله يتكاثرن ورا الفطور. وهنا يا بنات هذا كان فطورنا اليوم، وسهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا سويت شوربة وسويت معكرونة سباكيتي للجهال، وسويت زلاطة وصوص، والحمد لله والشكر على النعمة. وهذا كان فطورنا. هنا يا بنات ورا الفطور ورا ما شوي ارتاحينا وغسلت مواعين وصلينا، قلت خلي أطلع لهم من الحلا اللي سويته. ومثل ما تشوفون يا بنات ما شاء الله شكله يشهي. سهمنا وسهمكم العافية وأتمنى تجربونه كلش كلش طيب والله.
ولهنا خلص الفيديو مالتنا يا حبيباتي، أتمنى عجبكم ونال رضاكم، وإذا تحبوني وتحبون محتواي وتحبون قناتي فتابعوني، وأني أحبكم كلش هواية والله يحفظكم ومع ألف ألف سلامة.